بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل كل شيء طبعا سمعون الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاني شيء، منذ لحظات انتهت مباراة النادي الأهلي مع فيوتشر في الأسبوع السابع من الدوري الممتاز 22-23، واللي انتهت بالتعادل 1-1 رغم طرد عمر كمال في الدقيقة 20 من الشوط الأول. اللي بالطرد ده المباراة تهدى للنادي الأهلي على طبق من ذهب زي ما احنا بنقول. لكن طبعا أسوأ جيل اللي موجود حاليا دلوقتي، المجموعه اللي موجوده نصها بالظبط اقسم بالله العلي العظيم ما يلعبوا في النادي الاهلي. انا هتكلم ان طبعا النادي الاهلي كله سيء. النادي الاهلي النهارده كله سيء وتشكيله زباله الزباله. يعني حتى الناس اللي لعيبه الكوره، يعني طبيعي انا لعيب اتطرد من فريق وفريق، يعني الف كوره قدم، الف في تدريب اللي اتعلمناه. انا كنت لعيب كوره وبلعب صانع العاب وكنت يعني انا عندي لاعب في الفريق الثاني اتطرد، يعني اصبح الفريق الثاني ناقص واحد. اعمل ايه بقى؟ يعني اتخلى عن الدفاع بتاعي واسحب واحد من الدفاع وازود الهجوم كمان شويه، او ازود نص الملعب عشان امسك كرة اكتر وهاجم اكتر، لان الفرق اللي قصادي بتلعب ناقصه لاعب. لكن ازاي نقعد نحضر وبطء في التحضير يعني هم ناقصين وبرضه بنلعب الكرة لورا؟ مفيش. يعني تحس ان الماتش النهارده كنت احس ان صوره بالكربون من ايام موسوماني. الكرة نبقى على الجون ناخد الكرة ونرجعها ورا، وهكذا وهكذا وهكذا. ثنائيه زفت الزفت. طبعا كل لعيبه الاهلي بما فيهم الشناوي، اللي احنا قلنا ظبط الماتش اللي فات وقلنا الشناوي رجع والشناوي رجع، اخطاء ساذجه جدا. يعني الجون اللي جاي يعني ما فيش ربط بين الشناوي ومتولي. متولي في غيبوبه مش عارف في ايه بالظبط، مانيش عارف، واخد خبطه على دماغه ولا ايه. كله كون بقى. وان الشناوي كل ما يجي في جون ويبقى جون هو سبب فيه اساسي فيه في تاخر او في عدم قرايه الكوره او الكلام ده كله، ويقوم يزعق للمدافعين ويزعق للناس وكده. اه متولي اخطا، بس انت يعني مش عارف، الكوره سهله جدا تطلع يعني. ومتولي صح هو اخطا، المفروض متولي يطلعها من الاساس، بس مش عارف في ايه بالظبط. طب برضه التغييرات لما حب يعمل تغييرات انا هما اتنين، انا عاوزك الفيديو ده في الاخر كده معمول عشان الاتنين دول، محمد شريف ومجدي قفش. اقسم بالله العلي العظيم انا بنبح في صوتي من السنه اللي فاتت وبقول يا جماعه اسوأ اتنين بيلعبوا في النادي الاهلي بعد ايمن اشرف وياسر ابراهيم محمد شريف ومجدي قفشه. وقلت حتى في الفيديو اللي فات ان مجدي قفشه عايش على القضيه ممكن، وهيفضل يعني هيقعد يذل فينا الى يوم يبعثون بسبب القضيه ممكن دي. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انتوا ايه شايفينه في قفشه ما احناش شايفينه يعني؟ انا عاوز ده مصر كلها وقفشه داخل يشوط ضربه الجزاء. اقسم بالله انا كان قاعد جنبي، يعني المغاوري سريتي جاي قال لي هتضيع. يعني المغاوري سريدي جاي اللي ما يعرفش الكوره مستطيله ولا مربعه، اللي لسه يعني بدا يتفرج على كوره اول ما كاس العالم بدا، اقسم بالله نفسه قال ان الكوره دي هتضيع. انا ورضا العفيفي قاعدين في الكافيتيريا وربي ومقعد، اقسم بالله دورنا وشنا ناحيه الطريق العام وقلنا الكوره هتضيع، وقد حصل. يعني هو اصلا قفشه اصلا مش اللاعب رقم واحد في ضربات الجزاء في النادي الاهلي. وسيبك من ضربه الجزاء وسيبك انه ضيع ضربه الجزاء، ده مفيش باص، ده مفيش باص خالص بيلعبوا. يعني مفيش باص صح بيلعبوا، ولا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يستلم كوره ولا بيعرف يقف كوره ولا بيعرف يلعب اوفر و... و... ولا بيعرف يلعب. يعني هو ملوش في الكوره خالص. يعني انت الواحد متعصب اقسم بالله بسبب اللاعب ده. ومحمد شريف يعني 85 دقيقه بيعمل ايه في الملعب؟ مفيش ده ابيض. ده ده مفيش خالص غير انه يقعد يوقع ويعمل بالانسات في الملعب. يعني ارحمونا ارحمونا. أنا قلت لكم الفيديو اللي قبل اللي فات، في 6 لاعيبه 7 لاعيبه يمشوا من النادي الاهلي. يعني ارحمونا في يناير يا جماعه. انتوا انا سمعت ان هو جاي له عقد في الباطن السعودي. طب ما تدوا الباطن السعودي على الاقل هيعمل عمره وهياكل كبسه وهيبقى مزاجه حلو هناك. ارحمونا ارحمونا. جهاز الكوره في النادي الاهلي ولازم انتوا الكوره في النادي الاهلي. والخطيب يعني راجل لعيب كوره يعني وفاهم يعني شايف اللي احنا شايفينه طبعا محروق دمه زينا يعني. فرقه مغلوبه، فرقه مطرود منها واحد في الدقيقه 20 من الشوط الاولاني، كان المفروض النهارده الشال قبح. اقسم بالله فيوتشر لو كامله يعني كانت كامله النهارده وما كانتش مطرود منها حد وكانت بتلعبنا بمستوى النادي الاهلي بالطريقه دي، اقسم بالله كنا تعبنا النهارده 2 3 4 حقيقه. ايه يا جماعه في اسوأ مباراه للنادي الاهلي في الدوري ده. بس انا بقول مش ان هي في الدوري ده بس، اقسم بالله كان اسوأ مباراه في تاريخ النادي الاهلي. مفيش لعيب بيلعب بالصح وانفرادات وقفشه يخش منطقه الجزاء ويقوم واقع ايوه.
ايه يا عم في ايه؟ الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. الناس دي بتاخد ملايين ازاي اصلا؟ الناس مش لاقيه تاكل والناس دي بتاخد ملايين ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله. يا اخي والله قفشه ومحمد شريف وياسر ابراهيم وايمن اشرف ومحمد هاني، اقسم بالله الناس دي متعدي جنب سور النادي الاهلي، مش تلعب في النادي الاهلي. يا اخي يا جماعه حد ياخدهم ويجيب لنا مكانهم منفضه. مش هنقول مش عاوزين مروحه، منفضه. احنا في الشتاء مش عاوزين مروحه عشان الجو ساقع. هاتوا لنا بقى، هاتوا لنا مكانه اي حاجه يا جماعه. خدوه وخدوا مكان يعني، خدوا المجموعه دي يعني اللي قلت عليها دي دلوقتي، وهندعو لكم ان ربنا يستركم دنيا واخره والله، انها ترحمونا من الضغط انا خلاص، انا ماشي بالعلاج. الله يخرب بيوتكم. قفشه ومحمد شريف دول انتوا شايفين فيهم ايه؟ شادي حسين بسم الله ما شاء الله زاد له 10 15 كيلو، مش قادر يجري. في ايه انتوا؟ فين المعد البدني ولا فين لا 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 لا. لو كولر هتبقى بالطريقه دي يا كولر، يبقى انت من بدري بدري كده يعني مع السلامه يا ابو يا ابو عمه مايله، لان احنا داخل علينا كاس عالم انديه وبطوله افريقيا والحاجات دي ما فيهاش يما ارحميني. وطبعا الهلال موجود والوداد موجود، وفي طار طبعا بين الهلال والاهلي، وفي طار بين الاهلي والوداد. فانت لازم تعمل تدعيمات ولازم تجيب في المراكز. يعني انت عاوز مدافع كمان زي الناس مع متولي لان طبعا لو متولي اتصاب ولا محمد منعم مصاب هنرجع تاني للزفت ايمن اشرف، هنرجع تاني نرجع تتكرر وهكذا. عندك لو الولا برينو سوف اتصاب هنرجع لقفش. فتشوفوا لنا حد صنع العاب كويس، لاعيبه رقم 10 بمستوى او حرفنه وليد تولي كده مثلا، وتجيبوا لنا مهاجم بقوه رضا العفيفي، يعني مهاجم كده يعيد امجاد مثلا عماد متعب. انما بالطريقه دي كده يعني ده انا بقول لمحمد شريف يا اخي اتفرج على فيديوهات لعماد متعب. فلافيو كان عندنا زياره اول امبارح، يا اخي اقعد معاه قول له انت كنت بتجيب كانت دماغك بتلف على رمان بيلي ازاي؟ الفلافيو ما كانش بظهر الجون في ظهره وكان بيجيب جوان. محمد شريف استلم الكرة وجري على الكورنر، مش عارف ايه الجماعه مدينه ميعاد عند الكورنر ولا ايه، مش عارف في ايه، مش عارف معمول له عمل عند الرايه ولا ايه، مش عارف يعني. يمكن باين ولا دارس على خارج كلب ناشفه ولا حاجه. الحاجه اللي مفرحه النهارده في اليوم ده اصلا كله، ان المغرب هتستضيف كاس العالم للانديه، وان النادي الاهلي جاله خطاب من الاتحاد الدولي ان انت هتشارك في كاس العالم للانديه. طبعا الخطاب اللي نجى النادي الاهلي النهارده، وان النادي الاهلي رسميا، ده اولا هيسبب حرقان لناس كتير تانية. وده دايما ربنا سبحانه وتعالى من خلال اللي حصل النهارده والفرحه اللي احنا حسينا بيها النهارده، ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم عن نفسه. واللي اتحاد الكوره وكل القائمين على ان هم يوقعوا النادي الاهلي وان هم يظلموا النادي الاهلي، ربنا سبحانه وتعالى نصر النادي الاهلي. واللي خبوا الجوابات وبتاع، سبحانك يا رب النادي الاهلي اهو وصيف افريقيا ويلعب في كاس العالم للانديه، اللي كان يعني المفروض ان اصلا ان اتحاد الكوره كان طالب بتنظيم كاس نهائي افريقيا هنا في مصر، وكان النادي الاهلي كان حصل على البطوله وكان حقق رقم قياسي ما حققوش اي فرقه ان ياخد طلب بطولات افريقيا. بس طبعا يعني جمال علام ووليد العطار واتحاد افشل اتحاد كوره في تاريخ مصر كان ليه وجهه نظر تانية. احلى مسا عليكم ولكم زي الفل.